السلام عليكم، اهلا بكم احبابي في قناة تحديات الحياة. عاملين ايه؟ اخباركم؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن افكار لفطار المدارس، افكار لعشاء المدارس، افكار لللانش بوكس، يعني معجنات ومخبوزات المدارس. ان شاء الله باذن الله هتنول على اعجابكم. النهاردة في الفيديو دواتي عملت بعجينة واحدة، عجينة عملت بعجينة واحدة الفينو والكايزر. عجينة ناجحة جدا جدا، ادتني افضل النتائج زي ما انتم شايفين. وعجينة واحدة عملت بيها الكرواسو وعملت بيها الباتيه بطريقة سهلة جدا في التوريق. توريق سهل جدا وبنسبة دهون قليلة خالص علشانك وعلشان الاولاد وعلشان الصحة، وفي نفس الوقت بيديني اعلى نسبة توريق. توريق فظيع. العجينة معايا مظبوطة جدا، مقدمة معايا النتائج اللي انتوا شايفينها. بسم الله ما شاء الله، الفينو بتاعي بيتحدث عن نفسه. الجلب بتاعه زي ما شفتوه، الطراوة، شكل الرغيف متناسق، مش طالع ناجح، يعني مش طالع ومش ناجح. وكمان الكرواسو بتاعي انا بحاول اوريهولكم في الكاميرا. شايفين التوريجة دياتي عملتها من يعني ايه، ما فيش توريج ولا تعب ولا ان انا افرط واعمل. اسمعي معايا الفيديو للاخر، ان شاء الله باذن الله هتاخدي اسهل طريقة للتوريج وفي نفس الوقت افضل النتائج في التوريج بتاع الكرواسو. وكمان نسبة الدهون بتاعتي هتكون قليلة جدا، فهتقدري انت تاكلي منه براحتك والاولاد ويكون صحي في نفس الوقت. والكايزر برضو بتاعي يعني بالنسبة، يعني انا عملت المعجنات دياتي بكل مقاديرها، كانت اقتصادية. مفيش مقادير غالية، كل حاجة موجودة معانا في البيت. وفي نفس الوقت عملت كمية كبيرة خالص من الفينو والكايزر بكيلو دقيق، وكمية كبيرة خالص من الباتيه والكرواسو، وموجودة معايا كل المقادير في البيت. ليه تشتري بره بالأسعار الغالية وانت تقدري تعملي في البيت لأولادك المخبوزات دياتي؟ هندخل في الفيديو بتاعنا دلوقتي ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير بتاعتي. اول حاجة هبدأ معاكم بعجينة الفينو اللي انا هعمل منها الكايزر. عجينة الفينو بتاعتي اول حاجة معلقة من الخميرة الفورية او معلقة من الخميرة البيرة. انا هنا عملت بالخميرة البيرة، ما كانش اللي متاح عندك اعملي. نزلت عليها بخمس معالق من السكر، 5 معالق من السكر زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل عليهم بكوباية من المية واقلبهم كويس. انا ما انتظرتش لما الخميرة بتاعتي تفور، لان انا واثقة من الخميرة بتاعتي. انتي مش واثقة من الخميرة بتاعتك، يبقى استني لما الخميرة تفور علشان المقادير والوصفة ما تبص معاكي. هقلبهم زي ما انتوا شايفين. هفك الخميرة البيرة، هفكها معايا من التجميد، لان انا طبعا بشتري جالب وبقطعه مكعبات وبشيله معايا في الفريزر. ساعة الاستخدام بطلع مكعب بشتغل بيه. زي ما انتوا شايفين مقلب المية مع الخميرة كويس. بقية المقادير بتاعتي نص كوباية من الزيت. نص، انا هنا بعمل بالمعلقة عشان اوضح لكم لو انتي مش عارفة الربع كوباية من الزيت عاملة كام. الربع كوباية من الزيت عاملة 5 معالق من معلقة الاكل زيت. بس هنا نص كوباية، اي كوباية موجودة اللي هي كوباية الشاي موجودة عندنا كلنا في البيت. مش عارفة ايه هي نص الكوباية اللي هو كيلو الفينو هياخد معاكي 10 معالق من الزيت. اتفقنا؟ اتفقنا. وبعد كده ضفت معلقة كبيرة من الخل، وضفت كيلو الدقيق الفينو معايا، ونص معلقة من الملح، وربع معلقة معلقة شاي من البيكنج باودر. بقلب كل المقادير مع بعض. هو هياخد معايا 3 كوبايات الا ربع من المادة السائلة اللي هي المية. هياخد معايا 3 كوبايات الا ربع من المية. طبعا ممكن يزيد معاكي ربع، ممكن يقل معاكي ربع، ده بيرجع لنوع الدقيق. انا هنا مستخدمة دقيق سايب، اللي هو اللي بيجي في الشكارة، اللي هو مثلا دقيق اسمه 5 نجوم. الدقيق ده حلو، بينفع معايا فطير، بينفع معايا كل المعجنات، العرق بتاعه مظبوط. فهو اخد معايا 3 كوبايات الا ربع ميه.
انت ممكن ياخد معاكي ربع زيادة وربع قليل على حسب نوع الدقيق معاكي. فحطي او ضيفي المية تدريجيا، بحيث انك انت عجينة الفينو بتكون بتكون متماسكة وفي نفس الوقت طرية. عجينة الفينو بتكون متماسكة، يعني مش بتلزج معاكي، مش عارفة تتحكمي فيها، لا عارفة تتحكمي فيها، وفي نفس الوقت بتكون طرية. بتيجي ازاي؟ بتيجي بطريقة العجن وإضافة السوائل الصحيحة. ماشي، جربي. في كيلو هو دقيق، جربيه، مش هتندمي يعني. وفي نفس الوقت لو الطريقة نجحت معاكي ان شاء الله بإذن الله هتعتمديه في البيت، ان اللي هتلاقيه ارخص واسرع واسهل بكتير. ارخص واسهل واطعم من بتاع بره بكتير. يعني زي ما انت شايفة عجنت الفينو بتاعي. بعد كده جيت في النهاية ضفت مكعب من الزبدة عامل 10 جرام. يعني مكعب، انت لو بتجيب الزبدة وبتقطعيها مكعبات، مكعب زي اللي شفتي الحجم بتاعه بالميزان 10 جرام. ماشي. هو مكعب معاكي من الزبدة 10 جرام، او لو هي الزبدة بدرجة حرارة الغرفة سايحة هتعبي معلقة من معلقة الاكل زبدة. الزبدة هنا بتدي رغيف الفينو بتاعي طراوة، وبتديه اللون الحلو اللي انتي بتشوفيه، وبتخلي معايا العجينة سلسة وسهلة في الفرد وفي التشكيل، وبتديها نعومة، يعني نعومة حلوة خالص. فالنعومة دي بتساعدك في التشكيل وفي الفرد. وزي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتي بتمط وحلوة ازاي، ومدية معايا النتائج الحلوة دي. يبقى اهم حاجة حرفيا انك انت تعجنيها وتلتزمي بالمقادير، هيطلع معاكي احلى رغيف فينو. بس وريتك ان انا منزل صابعي كده في العجينة، مكان صابعي بيعلم. يبقى كده العجينة بتاعتي متماسكة، يعني هقدر افردها بالنشابة وفي نفس الوقت طرية معايا عشان تديني رغيف فينو طري وكويس. ماشي. بعد كده سبتها تختمر، وهندخل مع بعضينا على مقادير الكرواسون. اتفقنا على كده؟ اتفقنا على كده. مقادير الكرواسون بتاعتي نفس القصة. جبت مكعب من الخميرة البيرة، اللي هو معلقة من الخميرة البيرة أو معلقة من الخميرة الفورية، ودوبتهم في السكر بتاعي. أنا هو المفروض المقدار كام؟ 4 معالق من السكر. حطيت 4 معالق من السكر. لو انت حباه مسكر سكة صغيرة خليهم 6 معالق من السكر، بس انا ما حبيتوش يكون مسكر علشان الشوكولاتة وكده، فضفت 4 معالق فقط من السكر. انت عايزة تزودي سكر معاكي لحد 6 معالق. انا حطيت عشان ما نتوهش مع بعضينا، حطيت معلقه من الخميره، حطيت عليها 4 معالق من السكر، دوبتهم مع بعض. طبعا انتي هتنتظري لما تشوفي خميرتك نشطه ولا لا. انا ما انتظرتش لان خميرتي متاكده منها. ضفت عليها معلقه خل من كبيره، ضفت عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر. يعني ضفتهم على بعض، لاحظتوا ان في فوران. الفوران ده ناتج عن الخل على البيكنج باودر على الخميرة، بيخلي معاك العجينة حلوة جدا جدا. يعني الفوران ده بيخلي معاك العجينة حلوة. بعد كده ضفت كيلو الدقيق بتاعي، وبعد كده ضفت نص معلقة من الملح، وضفت معلقتين كبار من اللبن البودرة. هي دي المقادير، سهلة جدا، مقادير اقتصادية جدا. طبعا انت لو عايزة تحوشي او انك تحوشي المية، انا هنا استخدمت للعجن حوالي عن آم، كوبايتين مية. كوبايتين مية بالكوباية بتاعتي. ممكن انت تاخدي كوباية ونص مية، وممكن تاخدي كوبايتين مية وكمان. ماشي. فاخدت هنا انا كوبايتين من المية. فانتي ممكن تستغني عن المية دي وتحطي لبن، بس انا طبعا قلت لكم عجينة اقتصادية، وفي نفس الوقت هي طبعا معمولة في البيت ومغذية وفيها شوكولاتة وفيها حاجات كويسة كتيرة. فانا حبيت اوريك الطريقة الاقتصادية. واللبن البودرة مهمته هنا ان هو بيديك تطعيمة كده حلوة وتكة حلوة خالص للكرواسون والباتيه بتاعك.
طبعا ابتديت اعجن زي ما انتوا شايفين. العجينة بتاعتي بتكون متماسكة طبعا علشان اعرف اشكلها وافردها، وفي نفس الوقت بيكون فيها سن الطراوة، مش اللي هي ناشفة قوي دي، يعني هي ناشفة اعرف اتحكم فيها بالنشابة، وفي نفس الوقت انا طرية معايا. زي ما انتوا شايفين الكرواسو او الباتيه مش بخليه يختمر، الكرواسو والباتيه على طول بشتغل فيه مش بخليه يختمر. قطعت العجينة معايا ل3 كور من العجين، بحيث ان علشان الرخامة بتاعتي المساحة بتاعتها طبعا وحجم الكرواسية برضو معايا تكون حجمها كويس. هنشتغل بالكيلو من الدقيق، هنشتغل بالباتيه والكرواسون. حابة تعملي 3/4 كرواسون ماشي والربع باتيه ماشي، حابة تعملي 3/4 باتيه وربع كرواسون هتقسميه بالمنتصف. المهم ان العجينة دي عجينة واحدة للاتنين، للباتيه والكرواسون. يعني انت مش هتغلبي وتعملي عجينة للباتيه وعجينة للكرواسون. انا هنا حشيت الباتيه بالجبنة وحشيت الكرواسون بالشوكولاته. تقدري تعملي بالليل لاولادك وقبل ما يروحوا المدرسه تعملي لهم كيلو، هيعمل معاكي كميه كبيره من الكرواسون والباتيه، هياخدوه معاهم في اللانش بوكس هيفطروا بيه. برضو اللي هيزيد معاكي في اكياس على طول. يعني بعد كده ما يتهوى معاكي الكرواسون كده عبيه في كيس، اكياس اللي هي اكياس التلاجة، ودخليه الفريزر. هتطلعيه من الفريزر هتسيبيه لو انت ما عندكيش مايكرويف، هتسيبيه يفك كده نص ساعة وهتتعاملي معاه. عندك مايكرويف هتدخليه على الميكروويف كأنه لسه مخبوز طازة. انا فردت العجينة بتاعتي اللي طبعا ايه هي الدايرة بعافية شوية، بس ايه مش هيأثر علينا خالص في شكل الكرواسونية بتاعتي. فانت لو مش بتعرفي تفردي الدايرة كويس مفيش اي مشاكل خالص، مش هيأثر معاكي في الكرواسونية بتاعتك. طيب هنقول دلوقتي على اسهل طريقة للتوريج اللي انا قلت لكم عليها. اسهل طريقة للتوريج انك انت طبعا معاكي زبدة فرن، في اي نوع زبدة ما عدا طبعا الزبدة الفلاحي، اي نوع من الزبدة هتستخدميه او زبدة التوريق على حسب. بس انا هنا استخدمت زبدة فرن عادي، دهنت بيها العجينة قبل ما اقطعها مثلثات. لما انا بدهن بيها العجينة والف العجينة معايا في الكرواسونية بتديني معايا التوريج اللي انتوا شفتوه، بدون ما انا احط زبدة والم العجينة وارجع اعملها، او ان انا اعمل كور صغيرة وما بين كل كورة وكورة احط طبقة من الزبدة وادخل التلاجة وارجع افرد، او ان انا اعملها بالزبدة اللي هي ادخل فيها زبدة وبعد كده ارجع المها وافرطها تاني. ده كله طبعا على ست البيت واللي وراها مشغوليات حاجة، فكلنا بنكسل من الطريقة دي كلنا نعمل كرواسون في البيت. في نفس الوقت عملنا كرواسون مورق زي ما انتوا شفتوه في البداية، وبطريقة سهلة جدا حرفيا مش بياخد معاكي اي وقت. وديكم شايفين الصورة بتتحدث عن نفسها، شكل الكرواسية عاملة ازاي، يعني شكلها حلو خالص. طبعا انت بتتحكمي في تقطيعة العجينة بتاعتك، حباها صغيرة يبقى هتعملي المثلث بتاعك العرض بتاعه صغير، حباها كبيرة يبقى هتعملي العرض بتاع المثلث بتاعك كبير. يبقى حجم الكرواسية بيرجع لك انت في انها كبيرة صغيرة من العرض بتاع المثلث. مش هقولك من طول المثلث، لا، من العرض بتاع المثلث. ممكن طبعا انا هنا عملت واحدة فاضية كبيرة، بوريك الكبيرة شكلها طالع ازاي. ممكن تحشيها شوكولاتة، ممكن تحشيها جبنة، ممكن تحشيها مربى، ممكن تحشيها عجوة، اي حشوة انتوا بتحبوها احشوها للكرواسون بتاعك. وبعد كده انا هنا كورة هعملها بقى، مش هفردها دايرة، انا هفردها مع الباتيه بقى. انا بفرد العجينة بتاعتي مربعة، بفرد العجينة بتاعتي مربعة وببتدي اسويها من جميع النواحي بالسكينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. وطبعا ده ما برمش، باخده المه تاني واعمله كورة واستخدمها. تقدري عندك في الحالة دي حالتين، انك انتي ما تقطعهاش وتعمليها كلها على بعضيها تحشيها وتقطعيها حتت صغيرة
لو انت حابه الباتيهايه صغيره، او لو انت هتقطعيها مربعات زي بالشكل ده. طبعا ما ننساش التوريج بتاعنا، هندهن دهنه من الزبده، في نفس الوقت بيديني توريج وفي نفس الوقت بيديني اقل نسبه من الدهون، بحيث الدهون عندي تكون قليله وصحيه، واداني التوريج واداني الطعم الحلو. انا هنا عملتها عشان تكون سهله، عملتها مربعات. قطعت العجينه بتاعتي زي ما انتوا شايفين 9 مربعات بالشكل ده، وهحط حشو الجبنة بتاعتي وهبتدي اطبقها. وما تخافيش مش هتفلت مني خالص. انا هنا حطيت جبنة رودس من اللبن، يدي طعمها حلو خالص. انت تقدري تحطي الجبنة اللي انت حباها، جبنة رومي ماشي، جبنة شيدر ماشي، هتحطي جبنة مثلثات ماشي، هتحطي جبنة كيري ماشي، هتحطي جبنة تلاجة ماشي. نوع الجبنة اللي هيعجبك استخدميه. انا هنا استخدمت الجبنه اللي بيحبوها الاولاد، اللي هي رودس، اللي الكرتونه بتاعتها لونها لبني وكده. والتجفيل ركزي معايا جدا، انا بجفل ازاي. اول حاجه باخد العجينه من قدام واقفل الحواف من هنا ومن هنا زي ما انتوا شايفين. بصوا بضغط على الحواف من هنا لهنا عشان العجينه ما تطلعش معايا، هي مش هتطلع. وبعد كده بطبقها بشويش زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بجفل بايدي واضغط عليها بحيث ان انا افرط معايا السندوتش ده. يعني سندوتش لو انت مثلا مكسلة عن عمل اي حاجة، فده يعتبر الاولاد بتحبه، فبتعمليه محشي الحاجة اللي هما بيحبوها، بحيث ان الحشو هيبقى يعني معاه. اسفة معلش، عندي فترة عندي التهاب في الحلق وباخد علاج وكده، ادعولي. وما تنسوش احبابي الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وتشير الفيديوهات ولايك كده لو استفدت من الفيديو، لو بحاجة بسيطة ادعميني باللايك. وما تنسيش تكتبي لي كومنت كده يشجعني ويفرحني. زي ما انتوا شايفين عملت الكمية بتاعتي من الباتيه والكمية بتاعتي من الكرواسون. ده هي ان الوش بيكون بيضة وعليها سنة من الفانيليا علشان ريحة الزفارة وكده، وبدهن الوش. الكرواسون مش بحط عليه حاجة، انت حابة تحطي على الباتيه بتاعك حبة بركة حطي، حابة تحطي سمسم حطي، اللي يرجع لك. بس انت ايه بتعملي له شكل كده كويس باللي بتحطيه على الوش. انا هنا ممكن تعملي شكل بالسكينة زي ما انت شفتي كده، او ممكن تسيبيها سادة عادي اللي يريحك. هما الاولاد يعني عملت لهم شكله كده، بس هما قالوا يعني ايه مش شارجة كويس، هما مش شارجة قوي يعني، هما حبوا اللي معلش شكل يعني. الفينو بتاعي كان هنا اختمر، والعجينة زي ما انتوا شايفين بتتحدث عن نفسها. العجينة فعلا فعلا طراوة وفي نفس الوقت متماسكة، هتساعدني ان انا افردها وبسم الله ما شاء الله بيبان من شكل ان العجينة ان هي ناجحة. هنا انا عملت الكورة بتاعتي 66 جرام، يعني قولي 65 جرام. عملتها ده الرغيف اللي انتوا شفتوه اللي هو الرغيف الكبير. حابة تعملي الرغيف الصغير هترجعي للفيديو بتاعي اللي انا هسيبهولك في شاشة النهاية وفي صندوق الوصف الخاص بالعيش الفينو، هتعرفي حجم الرغيف قد ايه، وبرده هفرده معاكم. وهو فيديو يعني الفيديو لوحديه مخصص للفينو، وكمان انا عامله فيديو مخصص لوحديه للكرواسون برده هسيبه لكم في شاشه النهايه وصندوق الوصف. اتفقنا على كده، وان شاء الله باذن الله هسيب لكم قائمه تشغيل بجميع المخبوزات اللي انت ممكن تعمليها لاولادك على المدارس. هسيب لكم الميني بيتزا برضو في قائمة التشغيل. فعلا حلوة خالص وعملية جدا 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 لللانش بوكس بتاعك. برضو هسيب لكم طريقة عمل الجراجيش، الجرس الطرية والجرس الناشفة المحشية بالعجوة. هسيب لكم كل المخبوزات دياتي في قائمة تشغيل في نهاية الفيديو. نرجع مع بعض ونشوف طريقة فردي للرغيف الفينو. طبعا عملت الكور كلها متساوية بحيث رغيف الفينو يكون معايا كله حجمه واحد. كل الكور 65 66 جرام لو انت عندك ميزان. لو مش عندك ميزان بالنظر كده شكل الكورة عامل زي شكل البيضة اللي احنا بنشتريها ماشي. هتحاولي انك تخليهم كلهم حجم واحد كده بالنظر.
بتعمل ايه؟ بتاخدي الكورة بتفرديها بالنشابة، هي والله مش محتاجة نشابة بس انا علشان اسرع معاكم. وبتمشي بالطريقة دي، بتعمليها زي الصباع او بتلفيها زي ورق العنب زي كده، بتبرميها كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بتفرطيها كده بايدك، وبتحاولي انك انتي الاطراف بتاعتها بتظبطيها. وبعد ما تظبطي الاطراف بتضغطي على الطرف ده من هنا ومن هنا، وبتخلي النص عالي معاكي سنة علشان يديك رغيف الفينو. لان رغيف الفينو بيكون من عند الاطراف رفيع شوية عن الجلب، فانت علشان تطلعي شكل رغيف الفينو بتاعي مظبوط ركزي. انا عملت معاكي اكتر من رغيف علشان تركزي في طريقة الفرد بتاعت رغيف الفينو. طريقة الفرد بتاعت رغيف الفينو مهمة جدا جدا. ممكن تكون عاملة العجينة حلو خالص بس انتي ما عرفتيش تشكليه صح، فهيطلع معاكي شكله مش كويس، مش هيختمر اثناء الخم، هيفك عن بعضيه وهيبقى ليه شكل مختلف خالص. فاهم حاجة انك انتي تشكليه صح. هنا جبت كرسي وقعدت صراحة. هي الكمية سهلة جدا وما فيهاش مجهود ولا حاجة، بس انتوا عارفين ظروفي الصحية. فانا قلت ان انا كنت بعملها معاكم على الطبلية او على ترابيزة في الارض. لو انتوا رجعتوا الفيديو اللي فات اللي هو الفيديو اللي خاص بالفينو، بس الصراحة قلت اعملها معاكم على الرخامة بحيث تكونوا مركزين معايا اكتر. يعني اعذروني قعدت وكده. زي ما انتوا شايفين، اهم حاجة طريقة التشكيل هقولها معاكم تاني. شايفين حركة ايدي لميته ازاي؟ ببتدي اجفله حلو، بضغط، طبعا العجينة مساعداني ان انا اضغط، بظبط حلو، بفرد كده زي العجينة بنفردها للكحك، بفردها بعد كده بظبط من عند الاطراف، بعد كده بايدي من عند الاطراف بس وبفرد او بعمل كده بضغط، وفي النص بيكون معايا ليه ايه؟ جلب، او بيكون عالي مش جلب، بيكون عالي عن الاطراف سنة سنة بسيطة مش كبيرة. وطبعا دهنة الصاج بتاعي بدهنة زيت بسيطة جدا، بحيث انك انتي في ناس مش بتدهن الفينو، بس احنا علشان ما يلزقش مننا والامن بتاعنا، انك انتي حاولي انك انتي تعملي ايه، تدهني الصاج بتاعك دهنة بسيطة من اي مادة دهنية ممكن، بس الزبدة ما فضلش، سمن زيت ادهنيه. وسيبيه يختمر، هياخد معاكي خمرة حوالي عن، يعني انت هتخلصي الكمية، وبعد ما تخلصي الكمية في الحر بتاعنا ده هيقعد حوالي عن ربع ساعة يختمر. بعد كده بتاخديه على الفرن على نار يعني متوسطة أو أقل من المتوسطة، تحت وفوق ضعيفة برضو علشان ما تحرقش معاك الوش ويكون الجعر لسه ما استواش. بتطلعيه من الفرن، تستنى عليه شوية يهدى، وبعد كده بتخرجيه من الصاج بتاعك. هنا باقي العجينة أنا قسمت العجينة يعني بالنص. باقي العجينة هعمل منها اللي هو الكايزر. هوريكم ازاي انا بلم الكايزر عشان يطلع دايرة معايا. زي ما انتوا شايفين ركزوا في حركة ايدي، بلمها بالشكل ده بحيث علشان القيزراية تطلع كورة معايا او دايرة، بحيث ان هي بيكون الشكل اللي احنا عارفينه. طب انا الصينية بتاعتي كانت صغيرة، يعني كانت صغيرة فكانوا قريبين من بعض، فاختمروا فلزقوا مني في بعض، فشكل القيزراية اختلف معايا نوعا. اما الكورة معاكي هتطلع قيزراية مظبوطة جدا واطرافها متحنية. انا علشان لزجوا يعني كانوا ماسكين في بعض، فالطرف بتاعي كان ايه، في زي ما انتوا شفتوا في مقدمة الفيديو. انت عايزة قيزراية زي اللي بتجيبيها بالظبط من بره ومتحنية من الاطراف، يبقى حاولي تجيبي صاج او صينية كبيرة وتبعديهم بعيد عن بعض، علشان لما يختمروا هيعمل معاكي ايه، لما يختمروا هي يكونوا كل واحدة لوحدها، بحيث لما تطيب فتتحمر من الجوانب تبقى معاكي قيزراية متحنية، كل واحدة لوحدتها. زي ما انتوا شايفين ركزوا في طريقة التكوير بحيث تطلعوا معاكي الكورة لما تختمر ما تبقاش عاملة زي الجرس، ولا تبقى عاملة تفرش معاكي، لا هتبقى محتفظة بنفس الدايرة بتاعتها. دي افضل طريقة لعمل العيش الفينو.
هتلاقي طرق كتيرة خالص على النت، بس حرفيا دي والله افضل طريقة بقدمها لك للعيش الفينو، وافضل طريقة بقدمها لك للكايزر زي ما فحاولي انك انتي تبعدي المسافات علشان الحاجة ما تلزقش في بعضها. مش هقولك انك انتي تجيبي صاج مخصص للفينو ولا الكلام ده ولا التكاليف دي، انتي جيبي حاجة واسعة تكون تخش الفرن بتاعك، تحطيهم على مسافات متباعدة